مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كأنك تراه، محمد بن عبد الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. من هذا المكان انطلق النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من صحراء بني سعد، احتضنته آمنة أمه. طبعا هو رجع من الصحراء، تعلم عدة رياضات كانت أشهر الرياضات الموجودة في تلك الصحراء، وهذا فيه دلالة على أن الإسلام لا يعارض الرياضة إذا كانت لها ضوابطها، بل بالعكس الرياضة خاصة مثل المشي ومثل السباحة ومثل رمي السهام وركوب الخيل، هذه حث عليها الإسلام ولها آثار جانبية إيجابية على الأبناء بشكل عجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم رمي السهام، وتعلم الجري، وتعلم ركوب الخيل، وتعلم أيضا الفصاحة واللغة العربية. ولذلك لغتنا لغة القرآن نعتز بها، حضارتنا مكانتنا لغة كتابنا، وهي لغة أهل الجنة. ولذلك لما جاء قال له أبو بكر مرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنك أفصح الناس. وقال: كيف لا أكون أفصحهم وأنا ابن عبد المطلب، يعني أنا من بني عبد المطلب، وقد كنت في صحراء بني سعد، يعني تعلمت اللغة العربية عند بني سعد هناك. وهذا فيه أيضا إشارة على أن نعلم أبنائنا يا جماعة اعتزازنا بلغتنا، لغة القرآن، اللغة العربية لابد منه. الآن غير العرب يتعلمون اللغة العربية لأنها لغة القرآن، لغة أهل الجنة، هي لغة الإسلام. لا مانع أن يتعلم عدة لغات ليحاكي الناس أو ليكون لها علما أو غير ذلك، لكن يتعلم لغتها الأصيلة ويفتخر بها ويعتز بها. وأيضا نقطة مهمة، الصحراء تعين على الأماكن المفتوحة، تعين على كثير من الأمور التي تنعكس على الإنسان، وخاصة الصغار والأبناء في بداية تربيتهم. رجع إلى أمه وقد اكتسب هذه المكتسبات، وعادت عليه حتى بالقوة الجسمانية، وأثرها على جسده، وأثرها على عقله، وأثرها على ذهنه، وأثرها على فكره وعلى نموه. ثم بعد ذلك بدأت الأم تنمي فيه عدة أمور. أولها بدأت تنمي فيه محبة جده وأعمامه وقبيلته وبلده. لاحظوا، بلده وقبيلته وأعمامه. وين اليوم عن حب الوطن وتربية أبنائنا على ذلك؟ الوطن المسلم مثل مكة والمملكة، هذه الأرض المباركة، لماذا نربي أبنائنا على حبها؟ وأي بلد من بلاد المسلمين تربي ولدك على محبة الإسلام وعلى أراضي المسلمين. الأمر الثاني، تربي الولد، وهذه رسالة للأمهات خاصة وللآباء، تربيه على محبة أجداده. إذا كنت أنت الأب ربيه على محبة جده وجدته لأمه، وعلى محبة أخواله وخالاته وأهل أمه. والأم كذلك تربي الولد والبنت على محبة أجداده لأبيه، وأعمامه كذلك وأهل أبيه. هذه من التربية. بعض النساء اليوم فرقت بيوت، فرقت قبائل، فرقت أسر. وبعض الآباء كذلك: لا تروح لخالك، أنت بتماشي عمك، أنت بتسمع ولد عمك، ترى عمتس فيها، ترى فلان فيه. وهذه أشياء تثير الابن وتفرق الناس، تفرق الأسر والعوائل والبيوت. ولذلك ربته على هذه المحبة، وبدأت التربية تزداد وتتعمق أكثر فأكثر، إلى أنها تنتقل به صلة لرحمه لأهل أبوه، ترى إلى أن تذهب للمدينة. تعال يا محمد نطلع للمدينة، نروح نزور من؟ نروح نزور قبر أبيك، أبوك عبد الله، وتزور أخوال أبيك هناك. وتطلع آمنة ومعها جاريتها أم أيمن، ومعها محمد الولد الصبي الصغير عمره 6 سنوات. ولك أن تتخيل من مكة إلى المدينة 400 كيلو تقريبا، ويمشون في بين هالجبال. لا تناظر الطريق الآن والطرق، الحمد لله المواصلات والسيارات والطائرات والإنارات وغير ذلك. تخيل الوضع في ذلك الوقت العصيب والموحش في الطريق، وتخرج هالمسكينة وتمشي سفرا على رجليها. وش الهدف يا آمنة؟ يسلم على أهل أبيه ويزور قبر أبيه. هذا هدفك، هذا هدفي، هذه الصلة. يبدأ النبي من الصغر بالوفاء ويتعلم الصلة، وينطلق عليه الصلاة والسلام في أول سفرة له خارج حدود مكة، يطلع من مكة لهذا الغرض، ثم يذهب مع والدته وأم أيمن حتى وصل المدينة. دخل دار النابغة وشاف قبر أبوه
وأنا ما أدري، يعني مشاعري حقيقة وهي تصف ذلك المشهد تخالجها مشاعر حزن. وتخيل، أرجوكم أطلبكم طلب، تخيل الآن حتى أنتم يا الإخوان اللي عندي والمصورين والمخرجين، استشعر النبي الآن واقف قدام قبر أبوه ويشوف القبر وتقول لهم هذا قبر أبيك، هذا قبر عبد الله. ما شافه، ما قال يا بابا يا أبوي يبا، ما قالها، والأب ما ضمه ولا رآه. وش تتوقع كانت مشاعره وكان تفكيره؟ تتوقع أنه بكى؟ ممكن. تتوقع أنه اهتز وارتعد وهو طفل صغير وهو يشوف قبر أبوه؟ ممكن. توقع أنه تمنى أنه يقوم أبوه يخرج من قبره فيضمه؟ ممكن. توقع أنه كان يتمنى يقول يا يبا بابا كما يقولها أبناؤنا اليوم؟ كذلك ممكن، وحقه إنسان ويرى قبر أبيه وكأنه يقول جئت أزورك. وشوف البعد الثاني، يدخل المدينة زائرا منكسر الخاطر على والده، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول له تعود على هالأرض يثرب المدينة، لأنك راح ترجع لها يوم من الأيام وتدخلها مهاجر وتبني فيها دولة وتنطلق منها رسالتك، إكمال الرسالة ستنطلق من المدينة. وينظر إلى القبر، وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم السباحة هناك في تلك الدار، كان فيها بئر، يقول تعلمت العوم السباحة في ذلك المكان. شهر جلس النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول وفي يا جماعة، أمة وفية آمنة وفية، لذلك الجزاء من جنس العمل. ولذلك لما جاء يوم الهجرة ودخل عليه الصلاة والسلام من قبة إلى المدينة، الناقة كل الأنصار يمسكون زمام الناقة، عندنا يا رسول الله، نضيفك يا رسول الله. شرف عظيم. من يضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول دعوها اتركوها فإنها مأمورة. الناقة عندها حس الوفاء، الله بعث فيها حس الوفاء، روحي يا هذه الناقة، لكن قفي عند البيت الذي كان قد زاره محمد قبل كم؟ زاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 50 سنة، ومع ذلك تمشي الناقة حتى تقف عند بيت أبو أيوب الأنصاري. خلاص هنا المكان، هذا الوفاء. قال دعوها مأمورة. فلذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيش؟ أخذ عليه الصلاة والسلام، أخذ أبو أيوب رحلة، قال هم الرجل مع رحله، أنا أنزل مع رحلي هنا. ولذلك جلس النبي شهر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه بعد أن زار أخوال أبيه وشاف قبر أبوه، وطلع راجعين إلى مكة. مشاعر، يودع القبر، يودع أخواله، وتمنى لو أن أباه كان موجودا حيا يمشي معه في طريق ليس له أخ ولا أب ولا صديق ولا قبيلة ولا حارس ولا سند ولا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ومعه أمه أم أيمن. وهو في الطريق لما اقتربوا 150 كيلو من مكة، في الأبواء المفاجئة التي ما كانت في الحسبان ولا كان يتوقعها أحد، أن أمه آمنة سقطت مريضة، طاحت، تعبت من الطريق، تعبت من السفر، أصابها مرض، سقطت طاحت. فبقيوا أيام، قيل 6 ليالي وقيل أقل من ذلك، وهي في الصحراء. يا جماعة يعني إذا انقطعت الآن، لو بنشر عليك كفر سيارة في طريق منقطع وأنت في سفر، وقد تثق أنه سيأتي مارة وتأتي سيارات، ربما تذهل. لو كنت في البر اليوم، حتى مع وجود اليوم وسائل التقنية وسائل الاتصال، وانقطعت بك السبل، في ناس هلكوا وماتوا. وهذا تسقط الأم، خلنا نقول المحرك التي تقود السفرة وقائدتها، سقطت مريضة، وهذا الطفل يناظر، تو الدموع لم تنشف بعد من نظره إلى قبر أبيه ومن الحالة التي كان فيها. والآن الأم تمرض، ويزداد المرض اليوم أشد من أمس، وبكرة أشد من اليوم، واستمر المرض معها حتى جاء اليوم الأخير. ثم مدت يديها تبغى تحتضن ابنها، ويوم مدت يدها تفاجأ الابن المسكين الصغير الصبي في تلك اللحظة المؤلمة الحزينة. الله يا جماعة نذكر آباءنا اليوم وأمهاتنا ونحن كبار، وتخالجنا العبرات وتختنقنا الدمعات، ونتذكر بحزن وألم فراق الأبوين الكريمين. فإذا بالأم تمد يديها
وتحاول أن تمسك بطفلها وتضمه، فلما مدت اليدين سقطت وماتت وهو ينظر. 6 سنوات، وظرف صعب، وفي برية في صحراء، ليس معه إلا الجارية. فبقوا أيام، فجلس يحفر هو وأم أيمن الجارية، يحفرون قبر. أنت تتخيل كيف تحفر قبر أمك ولا قبر أبوك؟ ويحفر في صحراء، ليس معهم فأس ولا معول ولا من يساعد ولا كبير ولا سند ولا خال ولا عم ولا جد ولا أي أحد. يحفرون أياما، ثم يلقون بهذه الأم في هذا القبر وتدفن وهو يرى التراب بين يديه، وربما غبر رجليه وجسده وثيابه عليه الصلاة والسلام صغيرا، ويمشي تمسك به أم أيمن. فالروحة كانت 2، واحدة تمسكها من يمين واحدة من يسار، وفي الرجعة واحدة، وتمسك به ويتوجه والدموع تنزل من على وجهه، حتى لما مر وفاء بأمه في فتح مكة في طريقه لما كان ذاهب إلى فتح مكة، قال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، هذا الوفاء. واستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فلما رأيت قبرها بكيت حتى بكى الناس كلهم. قال: تذكرت رقتها، يا الله، تذكرت رقتها. يمكن تذكر يوم كانت تكلمه، يوم كانت تمد يديها، يوم كانت تمسكه، يوم كانت تطعمه، يوم كانت تقوم بشؤونه، يوم أدخلته على قبر أبيه. تذكرت رقتها فبكيت. ويمكنها قال: يا ليتها كانت حية فتكون قد أسلمت، ويا ليتها كانت حية فتراني بما أنا فيه. يا رب، ليش؟ لماذا تموت الأم وأنا أحتاج أم؟ يا محمد، تموت أمك كما مات أبوك. هذه رسالة يقال لمحمد: الدنيا فانية، الدنيا ستنتهي، لن تعمر يا محمد في الدنيا، وإذا مات السند ليس لك إلا الله، تعلق بالله. ويرجع. ولما دخل مكة فإذا به ينظر إلى الأماكن حتى وصل إلى هذا المكان ويرى بيت الأم، لكن البيت ما في أحد، البيت فارغ، لا أب ولا أم. من حقه أن يفكر كيف سيأكل وكيف سيشرب وكيف سينام ومن يلبسه ومن يعتني به. ينادي من؟ إذا فز في الليل وقام يصرخ إلى من؟ إذا خاف يذهب إلى من؟ إذا قام يتلفت يمنة ويسرى جائع يذهب إلى من؟ كلها مشاعر تمر على أطفالنا، مرت قطعا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السن وليدا عليه الصلاة والسلام، كأنك والله تراه. إن كنتم فعلا تحبونه صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا حبيبي يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله.